السلام عليكم صحباتي، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناتي على اليوتيوب روسات زاهية. كما وعدتكم في الفيديو السابق ان نكمل لكم الفاكهه الكلاسيكيه واللي هي الفاكهه التقليديه تاع زمان. جمعة مباركة قبل كل شيء، نصلوا على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. تبعوا معايا الفيديو، نكملوا الفيديو السابق. كما راكم تشوفونا صحباتي، حبسنا في الحرة وزناها 35 وخليناها على جهة، وهنايا الخوخة وزناها 45 وبدينا في الطريقة تاع التشكال نتاعها. نفتحوا لهنايا لاباط دامون تاعنا مليح مليح، ونجيبوا لها فاخس اللي حضرتها معاكم واللي وزنتها كذلك ضيت لكم في الفيديو السابق قدر الميزان نتاعها، ونعاود نذكركم به. ديروا 30 او 35 عندنا في الخوخه وفي البعويده، بصح التفاحه يتغير الميزان نتاعها بسكو كبيره. كما راكم تشوفوا هنا يا صحباتي، نكوروها ونشكلوها مليح مليح. تبعوا معايا البنات طريقه تاع تشكيل الفواكه، حنمد لكم طريقه بسيطه وبزاف شابه. نحتاجو هنا غير الموس. نكوروها ونجي ندير نقطه منا ونقطه منا شويه من تحت الخط تاع النصف. كيما نشوفوا الحبه تاع الخوخه نتاعنا طبيعيه. البنات كي تبداو تشكلوا في اي فاكهه، تخيليها كيف دايره في راسك، خليها غيه في راسك وشكلي وتبعي معايا الطريقه كيما راكم تشوفوا. اني ندير ونعاود نديروا نقطه منا ونقطه منا، ومن بعد نطراسي بالموس بالظهر تاع الموس، نطراسي ونرقدوا كيما راكم تشوفوا صحباتي. نرقدوا ونبسطوا، ومن بعد نجيب هذوك زوج صباحتين ومن تحت ما نقرصش، شغل نجبد غير شويه كيما راكم تشوفوا، نجبد غير بشويه. ومن بعد بالاصبع تاعي صغير كامل ندير نقطه بلاصه الورقه كيما راكم تشوفوا صحباتي. شوفوا حتى تحصلنا على خوخه بزاف شابه وكبيره وبومبي كيما راكم تشوفوا صحباتي. ونأكد لكم على الطريقه تاع الاصبع، نجبدوا غير بشويه حتى نطيحوا نيشان كيما يقولوا. كيما راكم تشوفوا هنايا في ذاك الخط يطيح كيف مع الشكل تاعها الحقيقي كيما راكم تشوفوا صحباتي. هاي ليكم نخليها لكم تشوفوها مليح مليح باهك شغل تعرفوا تخدموها مليح. هذه هي صحباتي، وما تنساوش ديروا لايك وديروا اشتراك في القناه باه يوصلكم كل جديد. شوفوا البنات، هذا الخط هو الصح واللي يعطيك لا فورم الشابه نتاع الخوخه. كاينه هذه الخوخه وكاين الخوخه، كاين نكتارين وكاين اللي يقولوا لها الخوخه المطبزه، كل واحد وكيفاش يقول لها. بعد ما كملنا هذه الخوخه نجو ثانيك للنوع الثاني واللي هي الهندي. يقولوا له هكا. انا لي كليونت عندي يجي يقولوا لي الهندي شحال الهندي، وكل اللي يقول له التين الشوكي، وكل اللي يقول له الكمصاريه، وكل اللي يقول له النصرانيه. كل منطقه وكيف تقول لها. نبسطوا كذلك العجينه ونحطوا الحشو كيما في الاول 45 والحشو 30 صحباتي. كيما هذه البنات كاين شي ناس عم يتبعوني في القناه قالوا لنا دينا الاسعار تاع الحلويات. كيما هذه البنات دير من 17 حتى ل 18 انتيا والمنطقه واللوز شحال يدير عندك. كيما راكم تشوفوا البنات هنايا درت لها كورتها عادي، ومن بعد درت لها شكل بيضاوي كيما راكم تشوفوا البنات. لازم تخرجيها شويه منا وشويه منا، ومن بعد نجيبوا هذا ستيلو اللي متوفر في جميع المحلات. وهنايا نحاولوا نعطوا لها ثانيك الشكل الهندي نتاعنا. بالنسبه للاسعار البنات كامل الناس هم يقولوا لي اعطونا الاسعار، انا قلت لكم. وثانيك الحصص القادمه ان شاء الله نزيد نقول لكم كيف تحسبوا الحبه نتاعكم. كيما راكم تشوفوا هنا يا صحباتي نزيدوا نكملوا الشكل تاعها ونجبدوا غير بشويه، ما نجبدوش شغل سوا كيما هكا حتى تبدا تقطع لنا لاباط عفوا، وما شغل ما نخلوهاش تما متكوكه. كيما راكم تشوفوا صحباتي حتى تحصلنا على فاكهه شابه كيما راكم تشوفوا. ونزيدوا نفينوها غير بالعقل حبيباتي. راكم رايحين تتعلموا كلش، مكاش حاجه سهله ومكاش حاجه واعره ومكاش حاجه كيما يقول لك سهله. كيما تقول لي ماما زاهيه خبزه فطير ولازم نتعبوا عليها ونكوحوها بتجينا شابه. كيما راكم تشوفوا صحباتي، شوفوا كيفاش شابه وتجيكم بزاف هايله. هذه هي صحباتي. وانتي زيدي كل وحده والشكل تاعها، ماشي شرط تكون تشبه لها وماشي شرط تكون كيما هي. احنا نحاولوا نمدوا الشكل الطبيعي. نخليكم تشوفوا تستمتعوا بهذا المنظر.
ونروحوا ثانيك نشكلوا الحبه تاع الحره ولا الحبه تاع الباكور. كما قلت لكم حبيباتي، كل واحد وكيف يسمي في المنطقه عندنا. انا عندي حتى كما يقول لك حتى الشتويه وخدمتها، مازال ان شاء الله من القدام ونشارككم بها. عندي بزاف فاكهه وعندي بزاف نكهات نزيد نوري الحبيباتي، وثاني نعطيكم السعر نتاعها. كما راكم تشوفوا شتاهي البنات الحره تجي شويه صغيره، نوزنوها 38 35 على حسب انتي وما تبغي الحجم تاع الحبه نتاعك. وثانيك حبيباتي الحشو تاعها ثانيك في الميزان يكون ناقص عليها، والحشو نديروه 18. وبعد ذلك ثانيك نديروا لها نكوروها ونعطوا لها الشكل تاع الباكوره البنات كما راكم تشوفوا. غير بالعقل ملسي وطلعي غير شويه طلعيها كما وتسيسي شغل من الفوق شويه، ترقيها ما تخليهاش خشينه بزاف، رقيها هكا شويه. ونجيبوا ثانيك الموس ونطراسوها بها شغل. البنات انا عطيت لكم ابسط الطرق تاع الفاكهه ما تكلفكمش. كاين البنات ما يقدروش يروحوا يقراو، كاين اللي بنات شغل تجيهم الاسعار بزاف غاليه تاع الوراشات. انا مديت لكم ابسط طريقه باه تتعلموها. كما راكم تشوفوا حبيباتي تطراسي بالموس ولا باي حاجه عندك، ونخليكم ثانيك تستمتعوا بالشكل تاع الحره. شوفوا حبيباتي كيف يجي شباب. ولا بغيتي تكبري الخطوط تكبريهم، بغيتي تصغريهم، بغيتي تزيدي قاوي. وبعد ذلك نفوتوا للخوخ المطبز صحباتي. انا درت له لاباز صفر، ما خليتوش ابيض كما قلت لكم في الفيديو السابق. درت له لاباز صفر كما راكم تشوفوا. ثانيك الميزان درت 45 والحشو كذلك 30 بتجيني الحبه تاعي كبيره وشابه. صحباتي قلت لكم بلي انا هذه نبيعها 18,000 كما راني نقول لكم، وعلى حساب اللوز شحال يدير في المنطقه نتاعكم. وثانيك نعطوها ثانيك لا فورم شابه ونخدموها بيدينا، ومن بعد نجيبوا طرشونه هنايا ونديروها في الوسط. صحباتي ما تخافيهاش، ديريها في الوسط عادي وشديها بالطرشونه، نخلو لها شويه لي سباس باه كي نعبزوا عليها تجينا لا فورم شابه. ونجيبوا هذا ستيلو حيد لك التفاحه، حيد لك الخوخه، وثاني يعطيك ثاني حتى في الشكل تاع البعويده كما راكم تشوفوا صحباتي. بهذا ماشي الكبير وماشي صغير، هذا الوسطاني الحجم كما راكم تشوفوا معايا في الفيديو. ومن بعد نخرجوها عادي خوخه تجي بزاف شابه. ولا ظهر لك قسميها على الجانب بالموس. قلت لكم صحاباتي مازالت فاكهه بزاف حنشاركها معاكم، ما عليكم نتوما غير تبارطاجوا مع صحاباتكم باه ثاني يستفادوا. وهنا البنات درت البعويده ثاني كبرتها وعطيت لها الشكل الكبير والميزان كبير 45 30 كما كل مره نفكركم بالميزان. وعطيت لها ذانيك لا فورم تاع البعويده. البنات سيو باه تخرجوها هكا كبيره ماشي كيما الباكوره كما راكم تشوفوا، وتخليها من تحت شويه بومبي. حاولي قلت لكم باللي دائما الفاكهه اللي تجي تسقميها تخليها هكا في راسك تاع ربي سبحانه وشكلي كما راكم تشوفوا معايا في الصوره. كما قلت لكم البنات بارطاجوا مع صحاباتكم باه يزيدوا يستفادوا ويدوا الورشات من عندي باطل. والله يا البنات اللي هذيك شغل يتعلموها عندي في المدرسه وانا نمدها للبعاد وكلش. كما قلت لكم ادعوا لي بالنجاحات. كما راكم تشوفوا حبيباتي راني شويه اليوم عيانه كما عارفين مع الخدمه وكلش تخلطت لي الهضره. نزيد نعاونها بهذا ستيلو نعطي لها لا فورم تاع البعويده. وثانيك هذاك ستيلو تقلبيه على الجانب الزاوج، وزيدي ثانيك تعطي لها تثق بها هكا مع الجنب باه نديروا لها قرنفله ونعطوا لها. شفتي البعويده دي فوا تجي هكا فيها مسمار ولا نديروا لها هذا الشكل. بعد ما كملنا كامل الفاكهه تاعنا نجي هنايا ندير في اللايروغراف نتاعي الكولو الاحمر. شوفوا البنات هنا بما توسخوش البلان دو طرافاي تاعكم، لموا اللي ديروا الاحمر كاع على جهه، واللي ديروا البنفسجي كاع على جهه، واللي ديروا الاصفر كاع على جهه، وتكولو كما راكم تشوفوا صحاباتي. ومن بعد البنات ندير لكم ثاني فيديو نوري لكم اللايروغراف، نوري لكم الالوان اللي تمشي في اللايروغراف، باسكو بالكم من اللايروغراف ديروا فيه الملون الثقيل حي بلوكي لكم. انا وحده من الناس بلوكا لي والحمد لله يا ربي سقمته وما خسرليش، باسكو قال لي كي ديتو عند اللي سقموا لي قال لي كابابل كان راح يخسر لك. شوفوا صحاباتي هنايا كملت كامل بالاحمر. ومن بعد سخنت الفارينه ودرتها في الخوخ باه تعطينا هذيك القطيفه الشابه. نخلوه مده 10 دقائق ولا ونديروا له الفارينه وهي سخونه، وثاني كنخلوه 10 دقائق وننفضوه من الفارينه. البنات بالنسبه للبنات اللي ما عندهمش اللايروغراف ولا ما يقدروش يشروه، انا ما ننصحش بالقرعه، باسكو خدمت بالقرعه ولات تبلوكي لي ما جاتنيش كاع الشكل الشباب تاعي تاع الفاكهه. من الاحسن البنات القرعه عادي تروحوا عند اللي
اللي يخدم اللي يبيع الحلويات، لوازم الحلويات، وقول لهم يعطيك القرعه عادي، يقولوا لي ديروا كولونغو، ديري فيها كولونغو، زيدوا له الماء وفشفشيه من البعيد وخليه ينشف، يعطيك الشكل بزاف شباب تاع الفاكهه تقريبا كيما اللايروغراف. شوفوا هنايا صحاباتي الخوخ مطبز، درت له انا الملون البرتقالي، درت له الاصفر لاباس وزدت له هنايا البرتقالي. شوفوا هنايا صحاباتي بعد ما كملت الخوخه نفضها من الفوق ونخلو فيها شويه فارينه باش تعطينا هذيك لابغيونس تاع القاطفه. وثاني كيجيب شكلها بزاف شباب. بالكم ديروا سكر كلاصي، يعني نهضر نقول الفارينه، ما ديروش السكر كلاصي، بالفارينه تجي شابه وثاني كشغل تتكل شباب وما تغصكمش في سنانكم. وهنايا الهندي درت له الخضر على جهه ودرت له البرتقالي على جهه، ظهر لك ديري الاحمر والاصفر، ديري الاحمر والاصفر. نكمل لكم صحاباتي القرعه في الشفشو وخلوها من البعيد تجي بزاف شابه. القرعه تاع الريحه راح تبلوكي لك وتعييك في الخدمه، بغات تكون كبيره. وهنايا درت فوق الهندي تاعي درت الشيكولا، انا ننصح بالشيكولا. شوفوا صحاباتي انا دائما نمد الحيه شغل اللي تتكل، ما نبغيش ندير لاباطا سكر من الفوق، نبغي ندير الشيكولا وثاني ارضاء الزبونه يكون مليح وتكون شابه ويكون الكو تاعها شباب. زيدة تمدقوا شيكولا مع لاباط دامون تمدقوا شباب كيما راكم تشوفوا صحاباتي. نحاولوا نعطوا لها الشكل تاع الهندي. هذه هي، ما بقى لي غير نقول لكم بصحتكم وانتظرينوا الفيديوهات الجايه ان شاء الله. حنمد بزاف نصائح على الحلويات التقليديه والعصريه وحتى طيابها ندير لكم ان شاء الله باذن الله. ما عليكم نتوما غير تدعموني بتعليقاتكم كيما راكم تشوفوا صحاباتي الحره. شوفوا شادرت لها. ما بقى لي غير نقول لكم بصحتكم، مع السلامه، الملتقى.